يسعد لنا أوقاتكم مستمعين إذاعة ستار اف ام ببرنامج ضيعتنا. اليوم نحن سوا ضيعة جديدة، رح نتعرف على تاريخ قرية روتان. اليوم مستمعينا، قرية روتان هي قرية سريانية بيعيشوا فيها المكون السرياني. هالقرية بعيدة عن تربس بحوالي 7 كيلومترات، وبعيدة عن قامشلي حوالي 25 كيلومتر. هالقرية بيقولوا أهلها إن هالقرية كتير قديمة، عمرها حوالي 100 سنة. هلا رح نشوف مع أهل هالضيعة تاريخ هالقرية سوا. مستمعين الأكارم، هلا نحن بقرية روتان ومعنا عم إبراهيم وخالتي عفاف، الاثنين كمان من أهل هالقرية. رح يحكوا لنا عن تاريخ قريتهم وليش سموها هالاسم وإيش عاداتهم وإيش تقاليدهم. لكن أول شي رح نتعرف عليهم، بعدين رح نتعرف على تاريخ قريتهم سوا. مرحبا فيكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. كيفكم؟ تسلم يا رب. الحمد لله. شو اخباركم؟ شكرا. الصحة كيف؟ الحمد لله ماشي حالنا. ماشي الحال. عمو، عرفنا عن حالك اول شيء انت وخالتي، بعدين رح نتعرف سوا عن تاريخ قريتكم. انا اسمي ابراهيم شكرو. ابراهيم شكرو، اهلا وسهلا. الله يسلمك. اسمي عفاف ملكي. اهلا وسهلا. عمو، انت ايش شايف بالقرية؟ ليش سموها هالاسم؟ تاريخها يعني من انت لما كنت صغير لحد العمر الطويل يا رب. الله يخليك. تحكي لنا عنها يعني بشكل عام. القرية ابائنا هن اللي عمروها، اجوا من تركيا، اجا ابوي وعمل امي وبيت خالتي وبيت خالتي والجيران اللي حوالينا كلهم تقريبا اهلهن. اجوا بحوالي 1920 لهالقرية، هن عمروها وقعدوا فيها. قلت لنا من تركيا كلكم؟ كلنا من تركيا. يعني اسم قبيلتكم ايش هي؟ عشيرتكم؟ عشيرة تنفصل لثلاث فصائل، في أحبابية وفي زازية وفي أربوية وفي بقسيانية. هدول هالأربع فصائل موجودين نحن بالقرية لحد هلا. لا هلا هاجروا كتير منهم. ضلينا كل من 21 بيت ضلينا 5 بيوت بالقرية، الباقي اللي هاجر لبرا واللي نزل على البلد نزل على البلد. ايه، قبل كنتوا كم بيت؟ 21 بيت كنا بالقرية. 21. وهلا ضلينا 7 بيوت، بيتين منهم شخص فيه، والخمسة التانيين 4 أشخاص و5 أشخاص. كلهم هاجروا؟ كلهم هاجروا. قسم منهم هاجروا قبل الأحداث، مو بالأحداث. أيوة. من 86 قسم الأول هاجر. طيب عمو، معلش تحكي لنا لما أول شيء عمروا هالقرية، لما أول شيء إجوا فاتوا على هالقرية، يا ترى القرية كانت قطعة أرض فاضية يعني كانت معمرة؟ كيف كانت؟ لا، أرض فاضية كانت الأرض، ما كان في حدا هون. يعني شوي شوي بنوها وعمروا لبينما صارت قرية بله. طيب أول شيء قبل ما أنتوا تفوتوا على هالقرية كان فيها قبلها حدا ساكن بهالقرية؟ ما كان في حدا، لا. كان في واحد هو ملاك القرية، هو كان ملاك القرية، كان يصير عمه للمختار تبعنا. توفى، عطى ملكيته كلها لابن أخوه، وهو توفى وضلت الملكية لابن عمه. بالقرى مثلا بالعادة كان قبل ما تتعمر هالقرية كانوا مثلا قبيلة عشيرة يجوا يسكنوا بالقرية، خربوها يبنوها من جديد وهن يعيشوا فيها. مثلا هلا لا، هن اجوا كل واحد عمر لحاله، يعني ساعدوا حالهم هن بين بعضهم وعمروا بيوتهم وقعدوا فيها. انتوا السرياني بس هن اللي يعيشوا بهالقرية؟ لا في كراد، لا في عرب؟ بنوب ما في، بس شغيلة. هلا في عرب شغيلة هن، بس مو ضمن القرية، واحد على الطريق واحد هون، يعني مو جوات القرية، حوالي القرية هن، هذول كلهم شغيلة هن. واسمها روتان، ليش سموها هالاسم كمان أظن أنه هو اسم سرياني قديم، والأرض الطيبة تكون أرض الطيبة. إيه؟ أرض الطيبة الخصبة. نعم، خصبة، ترابها أحمر خصب وميتها سطحية. وهالشي فعلا هيك يلبق عليها؟ إيه؟ يعني لا بالتأكيد. هلا دوري كل القرى ميتهم غميقة من 50 ما تحت. نحن بال25 يطلع لنا مي غير شكل، نحطها على بير الإيد حفرناها تكب 3 إنش ليل مع نهار. يعني أنا شفت صور قديم على صفحة روتان، الصور قبل كيف كان وهلا كيف كان.
تغيرت يعني كتير، يعني تكمشي من أول القرية من غادي النهر كله بساتين لحدود قرية وأشجار. زورابا، كلهم بساتين، من عنب من تين من رمان من تفاح، كل شيء كان مزروع. من قطعوا تركيا المي القسم هذاك كله يبس، ضلينا اللي حوالي القرية اللي كل واحد عنده شيء. أظن خالتي أنت كمان عفاف تحبي الزراعة كتير، كذا مرة إجيت شفتك أنت بالزراعة بالمزرعة، كنتي تشتغلي كتير. اثنيناتنا نشتغل بالزراعة. نشتغل بالزراعة، وأنا عم بساعده وعم بيساعدني. كويس هالشي. إجباري بالقرية نحن، ولازم كل شيء تقريبا، يعني حواوين نربي. تربي حيوانات كمان؟ إيه الحمد إيش لله. تربي؟ بقر، في عنا بقر عم نربين للبيت، وخضرة كمان عم نزرع للمونة لكل شيء، يعني إيش يلزم تابع للمونة عم أنت نعمله. لحالك إيش تعملي؟ أنا في البيت على طول، في البيت يعني بشغل البيت. بيتوتية. ما عندي شغل إضافي يعني غير بالبيت وبالحواوين كم بقر تربي؟ في عنا 4 بقرات. تلحقي؟ إيه الحمد لله. مو حلابة هي؟ في حلابة تحلب وأنا هو إيد بإيد مع بعضنا نحن. كويس هالشي. إيه الحمد لله. حلوة المساواة بين بعض. إيه طبعا. طيب أنت تربي البقر، يعني تعملي مثلا حليب، جبنة، لبن، تعملي بس للبيت يعني تبيعي كمان مصدر رزقكم؟ لا الحمد لله، يعني الشيء اللي يزود من البيت نبيعه، يعني من كل شيء، من حليب ولبن عم بنبيعه نحن اللي يزود من البيت. ايه. وخضرة ايش عندك؟ ايش تزرعي؟ الخضرة عم نزرع بندورة، باذنجان، فليفلة، بما بس انه للبيت. الترب تبعكم خصبة ومي موجودة، كل شيء ينزرع. ايه بس للبيت عم نزرع، ولا انه للبيع لا ما نقدر. انا اظن اهل القرى يحبون شغل الايد اكثر من اشياء جاهزة، صح هالشي؟ بالعكس، شغل الايد غير شيء. هو كان يشتغل خارج كنبة. كنتي تشتغلي بالصوف وخرز وهالشغلات؟ طبعا كان سوي بلوز للأولاد. لهلا ما عم تعملي؟ هلا ما عاد عمل ولا شيء. ما تفضي؟ لا مو قصة ما افضى، اذا مش الصيغة بشي نص ساعة زمان ايدي عم بينشف من كتر ما تشتغلي. عم بيصير خدر بايدي، ما عاد اشتغلت من زمان. اول كان اشتغل الاولاد كلياتهم. حلو هالشي. عمو بتخبرنا كمان قريتكم بإيش تعرف، يعني مثلا قريتكم بإيش مشهورة، بما أنه هي كمان قديمة، بس ما قلت لنا عمرها بالضبط إيش قد عمرها تقريبا؟ يعني بال100 سنة تقريبا، بال100 سنة عمرها. أيوة. طيب هال100 سنة يعني إيش كان فيها؟ إيش كان فيها أشياء قديمة وإيش فيها هلا بالعادة في قرى أثرية، أنا سمعت أنه قريتكم كان فيها طاحونة أثرية. الطاحونة موجودة لحد الآن. إيه؟ بعض الطاحونة شي ب100 متر كان في تلة كان فيها قصر أثري. قصر، بس القصر ما كان موجودا. ليش قصر؟ لأنه مثل القلعة كان حافرين حفرة حواليها مشان يعبوها مي، مشان ما يقدر يفوتوا على القصر. إيش شفنا؟ نحن شفنا بير، بس بير معمر من قرميد، هذا اللي شفنا من القصر. وين شفتوا؟ بالتلة اللي بجنب الطاحونة. وهالبير لسه يعني خربوا مكانها موجودة؟ لا شالوها، جلسوا التلة كلها بالكامل، شالوها ما ضل شيء منها. جلسوا الأرض ما ضل شيء من التلة ولا تبين التلة. الطاحونة لحد هلا موجودة هي. الطاحونة قلت لنا موجودة لحد هلا. نعم. طيب بعيدة عن هون شيء، يعني قريبة بين الأراضي الطاحون؟ لا قريبة، من هون تبين. هلا بس تطلع إلى برندة حواليها كله شجر وهي بالنص. أنا الصراحة دورت على ضيعة تبعكم بس ما شفت الطاحونة. ضيعتكم بطبيعتها حلوة كتير. بلا من الخضار والمي، هو المي يساوي كل شيء. بلا كمان نظيفة. الحمد لله عنا بلدية عم يجوا يكبوا الزبالة. هلا عمو في قرى كمان فيها ينابيع كتيرة، يعني ما في ينابيع. بلى أولي كان في عنا ينبوع فوق القرية عند الكروم، كنا نشيل أنابنا نروح نحطن بهالنبع، كنا ناكل العصريات هيك على البرود. هلا شالوا النهر كله، ما ضل النهر كمان. أكيد صار فيها جفاف.
والفيضان ما ضل، الفيضان سنتين ثلاثة كان اجى فيضان كتير، فيضان بالقرية انت روتان. كنفسك اشتغلتي على هالينابيع، يعني وصلتي لمرحلة انه قبل كانوا يشتغلوا عند الينابيع يعني يغسلوا ثيابهم يتحمموا، وصلتي لهالمرحلة؟ انا ما وصلت انه يغسلوا ثيابهم، بس كان ودي الصوف على النبع على النهر كان نغسله هنيك، بس من زمان يعني مو من هلا ما بقى. كيف كانت هديك المرحلة؟ الحياة يعني أول كتير أكتر شيء كان طيبة كتير، يعني تحسين ببساطة، تحسين إنه في محبة أكتر، وتعاونين أشخاص، يعني الجيران كان أي شغلة يصير معهم كانت يساعدون بعضهم كلياتهم. هلا ما بقى حدا، يعني كل واحد ملبوك بشغله. يعني كحياة قبل هلا، حياة هلا أحس أحلى من قبل، كطرف يعني من طرف التطور والتكنولوجيا والتغيير فيه، لكن في أمهات قبل يفضلون حياة قبل أكثر من هلا. اي طبعا يحسون يعني كل شيء بساطة كان فيه، كل شيء يعني هلا كل شيء متوفر إلن، كل شيء من الكهرباء، من الغسالات اوتوماتيك، من مي قدام بالحنفيات عم تشوف الراحة كتير، في راحة. أول ما كان فيه المي كان ينقلوه من البيار اللي يجيبون على البيت. ايه كان يغسلون بإيدهم، كان يحطوا الثياب على النار ويغلون، يعني كل شيء أول كتير كتير كان في تعب. كان غاز ما في، ما يعني اللي كان عنده اللي ما عنده في عنده بابور غاز، غاز يعملوا أكل على الحطب. طيب لمرحلة اللي كنتوا تطلعون على الشغل وكنتوا تشتغلوا، وصلتوا لهالمرحلة؟ طبعا وصلنا وأنا وقت جيت لهالقرية، يعني الأهل الضيعة كلياتن أي شغل كان يصير عندهم كان يساعدوا بعضهم، من البرغل، من سيع الأساطيح كان يعملوا وحل، كلياتن كانوا يتجمعوا مع بعضهم يساعدوا بعضهم. كانوا يتجمعوا بعضهم ويغنوا أغاني. اي والله يوم السليقة نسلق البرغل، وقتها كان في أغاني. هلا ما أضل شيء، هلا ما بقى حدا. كل القرية. وعمو أنت كنت تغني شيء؟ لا ما غنيتي؟ لا. لما كنتوا تعملوا البرغل، صح هاي سليقة انتوا تقولوا، نحن نقول دانوك. 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 كيف كنتوا تسووها؟ كيف كنتوا تساعدوا بعض؟ لحد هلا كمان في كتار يعملوها. والله يعني أول بس ما نبلش نحط الطنجرة على النار تبع السليق الدانوكي، شوفي كلياتهم يتجمعوا بدون ما تصيحي لواحد واحد تعالوا ساعدوني، كلياتهم ما تحسيه ولا خلص البرغل طلع على السطح كلياته. يوم تجي الطاحونة كمان على القرية نفس الشيء، نحطن على الطريق وكلياتن يساعدوا بعضن، أي وحدة تخلص البرغل تبعها تساعد الثانية. أول هيك كان، هلا ما بقى حدا يعمل برغل، يعني اشتروه حاضر. مو كل يعني نحن والله هالسنة عملتوا. ايه والله. وكيف كانت؟ والله الحمد لله مليح. كويس، بالصحة والهنا. تسلمي. الله يعني تسلم. هلا الأكل المشهور اللي بقريتكم، إيش هي الأكل المفضلة عندكم؟ أنا كذا مرة رحت على القرى عربية قالوا أكلتنا المفضلة هي السريد مع الخبز الصاج. وقرى كردية قالوا لي نحب الكتلك، نحن نقول كبة. إيه. بقى أنتوا أكلتكم المفضلة إيش هي؟ نحن نقول لهم شمبورك ماريا وكتلك. نقولوا نحب كل شيء. والله حاليا كل شيء عم يعملوا، حتى يعني بيتزا بالبيت يعملوا. هلا عزايم القبل اللي كنتوا تعزمون حدا مثلا من أهل القرية، إيش كنتوا تعملوا؟ مش ما بدكي فروج، أظن بس كان في لحم الخروف. كان أكتر يعني شيء خروف. كان مو مثل هلا أي عزيمة أظن يبرق، رز، برغل، فاصولية، زلطة، يعني منوع. هاي أهم شيء وقت تصير عزيمة تسوي قلية. إيه لحمة وعم يسلقوها ويحطوا دهن عليها يقلوها قلية. إيه هلا ما بقى تقدرين تعملين قلية كمان. من الغلا. الله كريم. نحن كل سنة كان نذبح عجل قبل العيد الصغير، كان نذبح عجل للبيت،
وكان يعني للبيت يعني صدقة؟ لا للبيت. للبيت كان مونة مثل أولي، مونة أولي كنا نعمله قبل. لا لهلا من 3 سنين ما سوينا. هاي 3 سنين، لا والله 2 ما سوينا، الثالثة سوينا. ما سوينا. أهل القرية كلهم يعملوا كانوا؟ كلهم كانوا يعملوا. كل واحد يربط له عجل. وقت يوم اللي كان يذبح العجل بالبيت كان وزع لكل بيت يعني وجبة غدا يعني. ايه. ونعمل غدا، نحط لحمة على النار وقصبة وشغلات وبرغل ونطبخ ونسيح للشباب القرية كلياتهم يجون يتغدون عنا. هاي كل بيت انه يعني هاي عادي كانت عادي. بس ما نذبح، يقولوا له ربيطة، بس ما يذبحون تتعملي غدا وتصيح للشباب القرية كلياتهم يجوا يتغدوا عندكم. بس هاي أهم شيء للشباب الضيعة، كان إذا تذبحي وما تصيحي لشباب القرية عيب. كان عيب. إيه، يقولون يا ذبحوا ما ساحونا للغدا. بس لهالوقت مثلا إذا تعملوا شيء وما توزعون كمان يحكوا أهل القرية، كمان يحسون عيب هالشيء. هلا يعني هلا الوضع لأنه كتير تغير، الوضع والظرف تغير الصراحة. الوضع كتير تغير. هلا مثلا إذا تعملين تنقول أكل عيد تعمل إلا تطالعين صحن لجماعة، يعني مثلا في شغيلة تبع المزرعة يا شغيلة تبع جماعة غير، تعبي لهم صحن فاصولية يا فوق لحمة ورز تتبعتين. أيوة. هاي أي مناسبات عيد شغلات تتبعتي من البيت يعني. طيب هلا قبل أكلكم القبل إيش كان؟ يعني كانوا ما كان مثلا في، لا كان في ملوخية، لا كان في رز كمان أظن ما كان في، كانوا بس خضرة. يعني إيش كنتوا تاكلون قبل؟ أكل القبل كيف كان؟ كان أنا ما وصلت لهذا الأكل يعني. اللي كان يعملوه أول كان يعملوا جوقات. هاي إيش؟ حشايات. خبرينا بالتفصيل. شيء يقولوا له روف ساروبي. ساروبي. كان يعملوا لحمة تبع الراس مع حمص. يعملون ساروكا. ايش كان كمان يعملوا؟ كثير اشياء يعني مهير ممكن قابولا كان يعملوا. قابولا مثل ايش يسموها، ما بعرف ايش يسموها. هاي كمان سميد يطبخوه ويحطوا عليه سمنة يقولوا له قابولا. وهالكتل والشمبورك وهدول الشغلات كلهم كانوا يعملوه أول. كانوا موجودين من الأول. من الأول هدول. أنا اللي بعرف إنه الكتل هي أكل كتير قديمة. ليش الشمبورك جمعتنا من يوم اللي يجي لبالي الكتلك والشمبورك موجودين. بلا يعطيكم العافية كتير. إذا أي حكي ضل عندكم تقدروا تقولوا أهلا وسهلا فيكم. الله يعافيكي والله يعطيك العافية. شرفت بمعرفتكم كتير. شرفتوا لعنا من السلام. مستمعينا وهلا كمان عنا خالي رزان، هي كمان رح تحكي لنا عن عادات نقول القرية، تقاليد القرية، حياة القرية بشكل عام رح تحكي لنا. هلا أول شي رح نتعرف عليها. مرحبا فيكي. أهلا وسهلا. كيفك خالتي؟ الحمد لله. الصحة كيف؟ الحمد لله نشكر الله. عرفنا تاريخ قريتكم، يعني عرفنا عنها شوي، ليش سموها الاسم روتان. صراحة حبيت قريتكم كتير. أنا أظن قريتكم تعرف أكتر شيء بطيبة أهلها، بطيبة سكانها، بطيبة ناسها. بقى حابة أعرف منك أنت أكتر عادات القرية، تقاليد القرية، الشيء الغريب يلي فيها. أول شيء بدي أقول لك أهلا وسهلا فيكم. تسلمي لي يا رب. وميت مرحبا. نحن هون عاداتنا بالضيعة إنه عاداتنا كتير كويسة، محبين للأهالي، محبين بعض، ما في عنا تفرقة بين مكون سرياني ولا مسيحي ولا كردي، كلياتنا أهل ومنرحب بالضيوف الغرباء والقريبين والبعيدين كمان. أي مو قلت لك تعرفوا إنه طيبة قلبكم تعرفوا بهالشي. عنا عادات نحن هون بالضيعة. إذا شخص كان بحاجة لمساعدة كلياتنا بنجي بنساعده، ما في واحد بيتفرق عن التاني، الكل بيساعد التاني. إذا كان في مثلا مثل مرض، مثل عمل موني، مثل أعياد
مناسبات كلياتنا بنكون مع بعضنا يعني مجتمعين. أهل قريتكم بتحبوا التعاون بشكل عام؟ كثير كثير بنحب التعاون والمسامحات والمساعدات. طيب خالتي، بما أنكم أنتم تحبوا التعاون، مثلا أي شغل تعملوا تحبوا التعاون، لكن أعراسكم كيف؟ أعراس القرية قبل كانت أعراسنا كلياتهم كان العروسة تطلع من البيت كان مثل طبل وزمر والأهالي والفرحة تكون، بدل ما تكون البيت واحد يصير الضيعة كلياتها تفرح بهذا العرس. العرس كنتوا تعملوا بنص القرية، كنتوا وين تعملوه؟ كانوا يعملوه بالملعب. بالملعب تبع القرية؟ تبع القرية. أيوة. يعني أنت تتذكري شيء قبل، يعني مو أنا أنت كمان كنت القرية. كان أنا كانوا أول شيء يتعشوا أو مثلا كان غدا يتغدوا، بعدين يجي مثلا يكللوا، بعد الكليل عند المساء يجتمعوا كلهم بالساحة الملعب يمسكوا هالدبكة، وعلى الأول في عالم على الأول، وكانوا هالرقصات وهالهلاهيل وهالزمر وهالطبل. طيب ثيابكم كيف كان؟ ثيابنا عادية مثل أي يعني اللي قبل كانوا يلبسوا شيء محدد، العروس كانت تلبس شيء محدد، كانوا يلبسوا فساتين، كان فساتين كان فساتين عادي يعني موديلات قديمة. هلا أيام الحديث كلياتنا بنطلع مثلا بنجتمع ببيت العروسة كمان بس ليجوا أهل العريس بهلهلوا بزلغتوا كمان في مثل بيقولوا طبل وزمر، بنطلعها بالأغاني وبالدبكات، ومنروح على الكنيسة، ومن الكنيسة منروح على صالات نوادي يعني بهالوقت الحالي، بهذا الوقت جديد يعني وفي حفلات ومنضل سهرانين للصبح، وكل واحد بيتفرق بيروح على بيته. طيب خالتي، ما قلتي لنا أعراسكم يلي قبل كم يوم كان يضل؟ 3 أيام. كان 3 أيام. 3 أيام. أول شيء مثل بيقولوا أول شيء الحنة طقس من طقوسكم. طقس من. ثاني يوم جهاز العروس. ثالث يوم العرس، الأكاليل يعني العرس. طيب أنتي قلتي لنا كنتوا تعملوا أكل للعرس، إيش الأكل اللي كنتوا تعملوا للعرس؟ كانوا يعملوا مثل مناسف، يذبحوا ذبايح مثلا بقر، خواريف، ويعملوا مناسف كبيرة ويحطوها يعني بمضافي ويجوا الأهالي أهل القرية يتغدوا، وهالضيوف اللي معاهم يتغدوا يعملوا، وبعدين الحلو، وبعدين بعد الفواكه يصير مثلا بقى وقت المناسبات. طيب العرس يعني وعادة الصباحية كمان ما كانت في عندكم؟ بل كان في عادات صباحية، كانوا يجيبوا للعروس أكل، وبيقولوا هاي نقطة العروس الأهلية والأهلة وأهل العريس. أيوة، أهل العروس وأهل العريس. وأنتي ما تتذكري أهل القرية إيش جابوا لك لما أول شي جيتي على هالقرية؟ ما تتذكري؟ بل بتذكر كانوا جابوا يعني بيقولوا إنه يا مصاري يا ذهب. أيوة. نقطات يعني نحن مقلة نقطة عنا نحن. طيب أعراس اللي قبل كان حلو بقريتكم، يعني أعراس هلا حلو بقريتكم؟ قبل يعني لا، هلا أحلى. هلا أحلى. هلا أحلى. أنا أحب هيك يعني. كل واحد وجيله. صح. كل واحد وجيله. بس للعادات كانت أولي أحلى يعني. بس أنا أحب هذا أظن العادات ما يتغير، العادات والتقاليد لا ما غيرت. لا ما غيرت. أول شيء بيقولوا كمان حفلة الحاف، نسيت ما قلت لك، في عندنا حفلة اسمه الحاف، بيعملوا الحاف العروس والعريس يجهزوه يضبطوه يحطوا فيه سكر. يحطوا فيه سكر ويعملوا حفلة رقص ودبكة هاي قبل العرس بإمتى؟ قبل العرس ب3 أيام. 3 أيام. وبيحلقوا له كمان للعريس، بيعملوا له حلاقة، بيجيبوا حلاق وبيحلقوا له، بيعملوا له، بيغنوا له حلق الحلق لا تجور عليه، ما تعرف هذا عريسنا عين الله عليه. أيوة. هيك. ما تعرفي أغاني؟ لا هاي الغنية بعرف عن الحلاق تبعي. وفي غنية نحن بأعراسنا السريانية بالسرياني، أنا كوني مو سريانية يعني كني من الضيعة، بس في عنا أغاني كمان بيقولوا لا
ياما ويا ياما ما حل الراحيل، بخاطرك يا ياما عفراق الطويل. إما يا إما بنتك رايحة، باية يا باية ادعيلها بالتيسير. هاي مين كان يغني؟ كانت يغنوها أهلها للعروسة. أهل العروسة. وأنتي غنيتي شي؟ شوي بعرف أغني هيك كلمات، ما مو بالأغاني بس يعني بعرف الكلمات. لا ما في لحن بس كلمات. حلو هالشي. غير هيك كمان إيش في مختلف قريتكم؟ عادات القرية مثلا تحكي لنا عن شوي. أقول أول شيء عن المرأة. أول شيء كانت المرأة بيقولوا إنه ملتزمة أكتريتها بالبيت، بالطبخ، بالتنظيف، بالموني، بالولاد. يعني هاي عاداتنا هون قديمة، هيك كانت المرأة هي بيتها وبس. أما هلأ صارت مرأة داخلة بالمجتمع السياسي، كل المجالات، مجال الثقافة والسياسة والعسكري ومجالات أخرى يعني مثل التدريس، فنون اللي بدك إياه. يعني هلأ المرأة متطورة أكثر من قبل. لهيك نحن نحب حياة المرأة هلا أكثر من حياة القبل. هلا في أمهات بيفضلوا حياة القبل أكثر من حياة الهلا، لكن أنا أشوف هالشي غلط. كل واحد حسب ثقافته. قبل ما كانوا هالمدارس، ما كانوا متعلمين، كانوا يفهمون، كان في جهل كتير، كانوا كان في فهم إنه خلص المرأة لبيتها وبس. هلا المرأة عم تشارك بكل مجالات الحياة، وهي نصف المجتمع. كانت أولية نصف المجتمع، هلا صارت نصف كل المجتمع كله. هي اللي تربي، هي اللي تعلم أجيال. بدي أسألك شيء تاني. حكيتي لنا عن المرأة، طيب يا ترى عاداتكم بهالقرية المرأة يعني البنت بنقول لأي مرحلة دراسة؟ لا دراسة كمان والزواج. هاي عادة كمان. إيش هي عادتكم؟ نحن هون عاداتنا بالدراسة لحتى تتخرج البنت من الجامعة، وبعد الجامعة إذا دورت على شغل تشتغل. وهون نحن إذا فكرت بالزواج بنعطيلها. أما إذا مشان عادات الزواج نحن بال25 وما فوق. تحت ال25 لا ما يصير. بيصير بس حسب البنت والأهل. عاداتكم هالطرف حلو. معنا نحن حسب البنت وحسب رغبة الأهل والبنت. يعني ما في حدا بيعارضها على الزواج أو بيغصبها على الزواج بهالحالة. نحن لا، ما عنا هيك عادات. على راحة البنت. هلا كمان فيها الشيء على راحة البنت. هلا. قبل كانوا يغصبوها. كان قبل يقولوا البنت إذا قطعت 20 يقولوا صارت عانز، يعني ما بقى تتزوج. هي فكر الغلط كلياته، غلط بغلط. فكر قبل غير فكر هلا. المرأة مثل ما قلت لك دارسي، تعرف الحياة، تعرف شو بدها المرأة. هذا هو هلا مجتمعنا بهالايام هذه الحاضرة. كويس هالشي. يعطيك العافية. يعني قد ما تحكي لنا صراحة ما نشبع من حكيك، من حكي تبعك. بنتشكرك كتير. تسلمي. أهلا وسهلا ويعطيكم العافية وكتر خيركم إنه عم بتدوروا على القرى تعرفوا حياتهم وتقاليدها. حلو إذا واحد يعرف أشياء التاريخية. مزبوط. يعني يسترجع هالشغلات. أهلا وسهلا فيكم. متى ما اجيتوا الضيعة ضيعتكم والبيوت بيوتكم لمين ما اجيتوا. وهون مستمعينا وصلنا إلى نهاية برنامجنا لليوم. استنونا بأسبوع الجاي بضيعة جديدة وحلقة جديدة.